very hard to make peace with Nasser. حاولنا جديا عقد سلام مع عبد الناصر، عرضنا عليه 4 مرات أو 5 بطرق مختلفة، فلم يكن ثمة ما يدعونا إلى حرب مع مصر، لكن عبد الناصر رفض طول الوقت. Nasser refused all the time. يريد عدة أهداف. الهدف الأول هو تحقيق الهدف السياسي، لأنها انتصرت عسكريا ولم تحقق هدف سياسي. إسرائيل تريد التفاوض المباشر وتوقيع معاهدة صلح، ونحن نرفض هذا الكلام. إذن إسرائيل حصلت على نصر عسكري ولم تستطع حتى الآن أن تحقق الهدف السياسي، توقيع معاهدة صلح مع أي من الدول العربية المحيطة بها. إذن إسرائيل لا تنسحب. تنسحب ليه من الأراضي اللي هي محتلها بعد أن تمكنت من نصر عسكري ساحق؟ إسرائيل تبقى زي هم ما بيقولوا على أمل أن تتغير الأوضاع أو تتغير الأنظمة وتيجي أنظمة تقبل أن توقع معاهدة صلح مع إسرائيل. في 17 من سبتمبر